عمرك سألت نفسك اسبوعك فيه كام ساعة؟ ما تحسبش، هم 168، ولو انت طالب اكيد حاسس ان كل دول مش مكفيين، لان في 100 حاجة بتعملها، دروس واخدة كتير من وقتك، ملخصات بتجري وراها، ومناهج عاوز تلمها قبل الامتحان. وده غير انك انسان طبيعي عاوز تاكل وتشرب وتنام وتقعد مع اهلك. انا عارف ان اتكيت على الجرح، بس حاسس بيك جدا. وفي الفيديو ده هقول لك ازاي تنظم وقتك وتذاكر بذكاء في هدواتك اللذيذة. ويلا نبدأ. تخيل لو تقدر تذاكر اذكى وتجيب المجموع اللي نفسك فيه، وفي نفس الوقت حياتك متزنه ومش مرعوب من الامتحان. عشان تحقق ده جايب لك روشته للمذاكره متلخصه في 10 حلول هيغيروا حياتك. الحل الاول: نوع مصادر تلقي المعلومه. اول سر انك تتعلم نفس المعلومه بطرق مختلفه. الدكتور جي ويلس اكد في بحثه سنه 2008 ان التنوع في وسائل التلقي بيحفز اماكن اكتر في المخ. اماكن اكتر يعني فهم اسرع والاحتفاظ بالمعلومه لفتره اطول، وده تقريبا اللي انت عاوزه. طب نعمل ده ازاي؟ ذاكر مره من كتاب، مره من ملخص انت عامله، اتفرج على فيديو، او حتى اشرح اللي فهمته لحد غيرك. المهم كل مره تذاكر فيها نفس الموضوع غير الطريقه. الحل التاني: ذاكر اكتر من ماده كل يوم. في اعتقاد خاطئ انك لازم تخلص الماده من الجلده للجلده في يوم واحد. الدكتور رونر دي اكد في بحثه سنه 2012 ان العقل بيشتغل بكفاءه اكتر لو ذاكرت اكتر من ماده في نفس اليوم. يعني لو انت مخصص 3 ساعات للمذاكره، بدل ما تقضي ال3 ساعات في ماده واحده، قسمهم على 3 مواد، ساعه لكل ماده، لان ده بيمنع تداخل المعلومات المتشابهه في الماده الواحده، وبيخليك تفهم اسرع وتفتكر احسن. الحل الثالث: صاحب بالين كداب. بلاش تضحك على نفسك وتقول انا بعرف اعمل حاجات كتير في نفس الوقت. الدراسات اثبتت ان تعدد المهام بيقلل انتاجيتك وبيشتت تركيزك. الطالب الناجح هو اللي بيقفل موبايله ويبعد عن الرسائل ويقعد في مكان مريح ومرتب جدا. ركز في حاجه واحده بس عشان تعرف تخلصها بجد. الحل الرابع: فن الاستذكار، النمونكس. دماغنا بيعشق الانماط والكلمات اللي ليها ايقاع. النمونكس هي انظمه بتساعدك تحفظ المعلومات الصعبه بسهوله. اقرب مثال: الدوال المثلثيه في الرياضيات، كل ربع بيكون فيه داله واحده بس هي اللي موجبه. لخصوها في جمله: كل جبار ظالم جاته داهيه. حاول تختصر المعلومات المعقده في كلمات او جمل طريفه، هتلاقي نفسك بتفتكرها بسهوله في الامتحان. الحل الخامس: اكتب مخاوفك على الورق. لو قلقان من الامتحان، ما تكتمش القلق ده جواك. هات ورقه وقلم واكتب الاسئله اللي شاغله تفكيرك، زي هعرف احل كويس، هعمل ايه لو دخلت الامتحان ولقيتني ناسي حاجات كتير، لو الامتحان جه اصعب من اللي انا متوقعه هعمل ايه. باحثين في جامعه شيكاغو اكتشفوا ان الطلاب اللي قضوا 10 دقائق من وقتهم يكتبوا مخاوفهم قبل الامتحان كان ادائهم افضل بكتير من غيرهم. الكتابه التعبيريه بتخلق متنفس للمشاعر السلبيه، فما تتراكمش وسايب لك مشاكل بعدين. اكتب اللي خايف منه عشان تفضي عقلك للمذاكره. الحل السادس: اختبر نفسك دوريا. في جامعه لوسيفيا لقوا الطلاب اللي بيحلوا اختبارات قصيره بعد كل درس ادائهم في الميد ترم كان اقوى بمراحل من غيرهم. اختبار النفس ضروري جدا لتحسين ادائك الاكاديمي، عشان كده خصص وقت من مذاكرتك لاختبار نفسك، ده اللي بيثبت المعلومه بجد. الحل السابع: اقرا بصوت مسموع. القراءه بصوت عالي بتسرع عمليه التعلم، لان المعلومه تدخل عقلك بطريقتين، مره بالنظر ومره بالسمع. لو القراءه بصوت عالي بتتعبك، على الاقل اقرأ النقط الأساسية بصوت عالي. الحل الثامن: خد بريك. إنك تحبس نفسك في أوضتك بالساعات وتقعد تذاكر ده غلط. تركيز الإنسان بيبدأ يقل بعد 30 ل 40 دقيقة، عشان كده خد بريك من 5 ل 10 دقايق بعد كل 40 دقيقة مذاكرة. وخلي بالك وقت الراحة مفيش تليفون ولا كمبيوتر عشان تسيب عقلك يرتاح بجد. الحل التاسع: كافئ نفسك. حفز عقلك قبل ما تبدأ. لو حددت لنفسك مكافأة بسيطة هتعملها بعد ما تخلص مذاكرة، ده بيحفز عقلك لا إراديا على التعلم وتكوين المعلومة بشكل أسرع. المهم المكافأة تكون بعد المذاكرة مش قبلها. أصلا عارفك هتقول لي: أخد المكافأة الأول عشان أذاكر بتركيز. لا يا حبيبي، ده هروب متقن. تذاكر تاخد مكافأة، مفيش مذاكرة مفيش مكافأة. الحل العاشر: العقل السليم في الجسم السليم. صحتك هي المحرك الأساسي. لازم تشرب سوائل كفاية، تنام نوم منتظم، وتمارس الرياضة على الأقل 3 مرات في الأسبوع. وبالنسبة للأكل، كل أكل صحي، ويا ريت يكون غني بفيتامين الكول، لأنه بيساعد مخك على تكوين ذكريات جديدة وبيحفزه بشكل خرافي. ولو قلت لك إن العلبة منه ب1000 جنيه، أنا متأكد إنك هتشتريها. بس هو موجود في أكلات بسيطة حوالينا زي صفار البيض والفراخ، ولو أنت نباتي عندك العدس والبروكلي
واللب السوري اللي هو لب عباد الشمس ازقز منه كتير بقى. في النهايه ايها الطالب الجميل، الطريق للنجاح بيترسم بالذكاء والاستمراريه، والحلول اللي قلناها مش مجرد نصائح، دي ادوات لو استخدمتها صح هتوصلك للمكان اللي بتحلم بيه وتعيش حياتك اللي بتتمناها. ابدا بحل او 2 النهارده وشوف النتيجه بنفسك. اكتب لي في الكومنتات ايه اول حل ناوي تبدا بيه. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشيره مع صاحبك اللي مزنوق في المذاكره، ولو احنا على اليوتيوب نشترك على القناه، واشوفك الفيديو اللي جاي.